صباح الخير والقمر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نورة من قناة شوكة وسكينة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسيش لو متابعة جديدة ما تنسيش تبعتيلي عشان ارحب بيكي في الكومنتات. منساش طبعا اول ما بصحى كل 3 ايام كده بشغل سورة البقرة، وكمان بقرا اذكار الصباح والمساء كل يوم. فانا بقى يا اما اشغلها واردد معاها يا اما اقراها من امساكية او من كتاب صغير او من اي حاجة. المهم يعني ان انا حفظتها من كتر ما كل يوم بقراها. يعني حفظت جزء كبير منها، حاجات بسيطة قوي اللي مش حافظاها. بس اول ما بسمع اي كلمة بردد على طول الباقي من كتر ما بقراها. بس كده. والنهارده بقى الروتين دافي كده، وهنعمل اكله شتويه تحفه جدا. هندلعها دلع مش قادره اقول لكم. يلا بينا نسمع اذكار. سامحوني على الخبط، الاجواء اللي حواليا مش مخليني عارفه اسجل لكم خالص. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. بقيت اشارككم الطقوس بتاعتي قبل ما بفطر قطتي طبعا الجميله اللي انتوا حبيتوها وبعتولي ان انتوا بتحبوها. وطبعا بحط دراي فود، بحطه في برطمان محكم الغلق عشان الحاجه تبقى مش مجلده كده وتفضل محافظه يعني على روايحها وما تعمليش ريحه في الاكياس. فانا حبيت برضه اوريكم الفكره. لو عندكم قطط صغننه كده وجميله يا ريت تحطوا لهم الدراي فود بتاعهم في علبه محكمه الغلق. عندي كائنات جميله وما بتعرفش تقول ان هي جعانه، فلازم اكلها الاول زيها زي البيبي الصغير بالظبط. تاني واقول لكم ان لو مش قادرين تتحملوا مسؤوليه القطط والحاجات الحيوانات الاليفه دي يا ريت ما تجيبوهاش. بس كده. يلا بقى غسيلي طبعا بحب اعتني بيه، اطبقه اظبطه وارصه في الدولاب كده بطريقه مهندمه ومنظمه عشان لما عاوز حاجه ابقى شايفاها قدامي. واوعوا كمان تنسوا تعطروا الغسيل وبالذات الكوفرتات والملايات والحاجات دي. والفوط طبعا. وان شاء الله هقول لكم في فيديوهات جايه هقول لكم طريقه تعطير للدواليب حلوه قوي. عايزين طبعا ننسى نفسنا كده في زحمه اليوم ونعمل مشروب بنحبه. انا جاي على بالي مع ان الشتاء احنا فيه وفي عزه، فانا جاي على بالي اشرب ايس كوفي بس بتلج قليل طبعا عشان خايفه على زوري. عملت له بقى كريم شانتيه كده، كان باقي عندي من تورتيه اللي كنت عاملاها معاكم. كنت حاطاه في قمع في التلاجة، بصراحه خطير وعليه شويه كراميل كده. يعني مزاج المزاج. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا مش هغسل غسيل على ايدي ولا اعمل باكيتير ولا الكلام ده خالص المره دي. انا هحمي قطوطه. انا هحمي قطوطه بتاعتي عشان هي بقالها 10 ايام او اسبوعين كمان ما استحملتش. انا خايفه احميها بصراحه من الشتاء. بس اول ما لقيت الشمس طالعه قلت لها يلا تعالي نستحمى بقى عشان ايه تبقى قمرايه ونعتني بيها ونحافظ عليها. بملى ميه دافيه كده او فتره، وبعدين بحط فيها شويه شاور. متقلقوش انا مش بعذبها والله، بس هي دي الماسكه المظبوطه ليها ان انا امسكها كده من المقتل بتاعها. بيبقى ورا عند الكتاف كده من ورا، فلازم امسكها كده يا اما هتخربشني وتشوهني. هي طيبه خالص والله مش بتعمل حاجه، بس فعلا بتخربش. هي عيني مش عارفه حاجه فهتخربشني. بس فحميتها بقى ودي فوطتها وبدفيها بقى كده. بحاول اشرب المية اللي على قد ما اقدر اللي على جسمها كده بالفوطة. وبعدين بقى هسيبها تجري بقى في الشقة او في مكان كده معين في أوضة واقفل عليها عشان مش تبهدل لي الدنيا. هي بتحب بقى اول ما تستحمى تقعد بقى جنب الشمس كده، جنب الشباك او البلكونة. تمام. وبحميها في عز النهار طبعا. دي جولة عن قطتي كده، حبيت اوريكم بس العناية اللي بعتني بيها فيها. وهنا بقى الصابون بقى انا بحطه في الديسبنسر كده. انا بصراحة كان الديسبنسر عندي اتكسر، فبقالي فترة كنت بحط في طبق مية واحط شوية صابون واحط بقى كلوريكس الالوان او الخل او الليمون. بحط الحاجات اللي بحب ايه اخلي الكوبايات كده تبقى نظيفة بيها والاطباق وريحتها حلوة.
فهنا بقى ايه، انا بقى زهقت بصراحه من الموضوع ده. فطبعا كان عندي ديسبنسر اركيا دوت تحفه جدا وجميل، وحطيت بقى معلقه كبيره من الخل على كميه الصابون دي، حوالي نص لتر صابون. فانا بعبيه كده عندي واسيبه بقى على الحوض. هوريكم دلوقتي ده الطبق اللي كنت بستعمله، طبعا مش ألذ حاجه ومش الطف حاجه، في اخره كده بيعمل بكتيريا جامده جدا. فلازم يوميا اغسله، كل يوم اغسله واسيبه يتصفى. مينفعش اسيب فيه الليفه واسيبه بايت على الحوض، مينفعش خالص. طبعا فوط المطبخ بغسلها وبخرجها على البلكونه تنشف وتتعقم وننشف. وهنا بقى بوريكم شكل الديسبنسر اللي اتكسر. فطبعا شكله مش لطيف، بس خلاص هعمل ايه، وقت ما اجيب واحد ابقى اجيب بقى. وبعدين حطيت الديسبنسر. لو عايزين الديسبنسر اكبر مفيش مشكله، عندكم ازاز هاند ووش زي كده ممكن تستعملوها في الصابون بدل الازاز اللي بتشتروها فيها. مش بتبقى لطيفه ان انت تمسكيها وتحطي كده على اسفنجة المواعين، لا، لما تدوسي احسن بديسبنسر احسن وانضف بكتير من انك تحطي في طبق او تحطي في حاجه تانية. يلا بينا نشوف هنعمل غدا ايه. هنعمل بقى النهارده شوربه عدس، بس هندلعها كده شويه. والعدس بقى لما بغسله بصراحه اللي اكتشفته مؤخرا اللي هو المفروض طبعا اللي بيبقى عند الراجل سواء سايب بقى او في اكياس. فانا بقى ايه، وانا بغسله بحط كده معلقه خل، بتخليه نضيف جدا ومتعقم وزي الفل. حلة على النار بقى وولعت عليها. والعدس يعني جزر، ما فيش جزر يعني مش هعمل عدس، ما ينفعش اعمل عدس ابدا من غير جزر. لازم جزرتين كده حلوين على ربع كيلو العدس، يعني جزرتين كده حلوين وكبار يعني، عشان يطلع لونه زي ما هتشوفوا في الاخر. تجيبوا بقى معلقة زبدة صفرا، تجيبوا معلقة سمنة بلدي، تجيبوا معلقة سمنة عادية، أي مادة دهنية عندنا طبعا، بس طبعا مش زيت. هنحط أي مادة دهنية ونحط العدس بعد ما غسلناه كويس وصفيناه. هجيب بقى طرنشات الجزر وبصلاية كده مقطعة 4/4، وبعدين هحط فصين التوم هشوحهم بقى كويس. والتركة دي والحركة دي يعني تحفة جدا، وبتديله تيست عالي أو ما تستقلوش بيها. أنا كنت زمان بعمل كل حاجة على بعض واحط المية المغلية واسيبهم يغلوا، بس الحركة دي فعلا بتخلي طعمه مميز قوي. قطعت الجزر دواير كده وحطيت طبعا فصين التوم هشوحهم، بس انا مش عايزاهم ياخدوا لون خالص، دوب ياخدوا تشميعة بس كده، وهنزل عليهم بقى بالمية المغلية. ومهم جدا ان المية تبقى مغلية، هي الطقوس كده والتكات بتاعته كده. بس ممكن احط بقى رشة كمون صغيرة، وممكن احط مكعب مرق برضو، ده اختياري، حابين تحطوه حطوه، مش حابين برضو هيطلع طعمه جميل. اغطي عليه بقى، ويا سلام لو بعد ما يغلي كده في بعضه وتسيبيه على نار هاديه. الاكل لما بيستوي على نار هاديه فعلا بيبقى طعمه مميز قوي. هنا بقى طبعا قطعت البصلايه كانت كبيره، اخدت نصها حطيته مع العدس، والنص التاني قطعته كده بالخل. طبعا لو مفيش بصل اخضر يبقى نحط بصل احمر، انا بحبه في خل بس. طبعا مكون القهوه دوت مستحيل ارميه، بعمل بيه سكراب بالايدي بعد البصل عشان يبقى ريحه ايدي حلوه وما فيهاش اي بصل خالص. هنا بقى كان عندي شويه بتنج مخلل كده في التلاجة، كنت قلياهم ومكعبات كده، رحت حاطه لهم شويه دقه كده من هريسه الشطه اللي كنت عاملاها وشايلاها معاكم في الفريزر. قلت بقى ادلعهم بايه، بشويه رمان وشويه كمان دبس رمان. دبس رمان خطير بجد بجد بجد، اللي مش جايبه فايته كتير. وفي عايزه اقول لكم قيمه غذائيه، وسمعت كمان انه في حديد للولاد اللي مش بياكلوا سلطه. انا اولادي ما كانوش بياكلوا سلطه، بحطه على الكابوتشي كده مع طرنشات الطماطم والخيار، بيبقى وهم بجد. انا بقى حطيته، ده النوع اللي انا بستعمله على طول. الازازه بحوالي 30 جنيه بتقعد عندي حلوه يعني، وانا بستعمله بصراحه على طول. عايزاكم تستغربوا خالص من موضوع الرمان ده، لانه بجد طعمه تحفه. بيحطوه على بابا غنوج برضو، بيحطوه على سلطات كتير بالجرجير كده، ميكس فظيع. انا بصراحه بحب الميكس السويت اند ساور ده. حطيت بقى شويه مكعبات كابوتشي كده، وقلت يهدوا المزازه والسبايسي اللي في الهريسه. بس كده انا بحضر مقبلات على ما ايه العدس يستوي. اول ما العدس يستوي بقى هضربه في الخلاط او هاند بلندر او اي حاجه عندك ممكن تضربي بيها كبه براحتك خالص. حطيت بقى ربع معلقه شطه، ربع معلقه كمون تاني، ربع معلقه فلفل اسمر. عايزين برضو تحطوا مكعب المرق في الوقت ده مفيش اي مشكله خالص. حطيت بابريكا، بحبها جدا في كل الشوربات. حطيت نص معلقه ملح واسيبهم بقى كده اقلبهم، اخلطهم بقى في الخلاط او الكبه او الهاند بلندر، ونشوف بقى يبقى شكلهم عامل ازاي. مش قادره اقول لكم الجزر فيها بيخليها طعمها مسكر ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما خلطناهم كويس. شوية شعرية كده متحمرين في شوية سمنة، يعني مش قادرة اقول لكم بيخلوه طعمه عامل ازاي.
وطبعا اللي شاف العدس اللي انا عملته قبل كده في الروتين التاني، انا بقى بحط عليه ميه مغليه عشان ما يسقطش خالص في اخر الحله. فالحركه دي مهمه جدا عشان الشعريه تبقى ايه يعني في وسط الحله وفي على الوش وفي كل الاتجاهات، ما تنزلش في قاع الحله وتشيط. طبعا اللي بيعمل عدس ومتمكن فيه اكيد عارف وبيقع في الموضوع ده. ميه مغليه يغلي بس غلوه مع الشعريه كده، واحطهم بقى على العدس على طول. اسكت، لا ما اسكتش، في حاجه اسمها طشه. طبعا هنا لقيت الملح قليل شويه زودته. طبعا نزود ميه مغليه هنا عشان ما يبقاش سمكه تقيل كده، وبرده حسب ما انتوا عايزين تخلوه خفيف، عايزين تخلوه وسط، عايزين تخلوه سميك، عادي جدا. انا هنا حطيت الميه بالشعريه تمام، حبيت برضو ازود ميه مغليه تانية تمام برضو كده. خلاص جاهز معايا. في ناس بتحب تاكله كده، بس لازم بقى انا الطشه، والطشه دي بتخليه في حته تانية. هشوحه بقى التوم شويه كده، واحط عليه نص معلقه كزبره. ولو اخدت بالكو انا بحاول على قد ما اقدر اقلل الماده الدهنيه عشان مش نأكسد كده ونتقل بعد الاكل، لا يبقى الاكل خفيف وماده دهنيه خفيفه وما يرفعش كوليسترول كده، ويبقى الموضوع عندنا صعب. انا بحط بطرف المعلقه سمنه، يعني اقل من نصها كمان. بس شوحت فيها فصين التوم كده وخلاص. التوم كان هيتدلق عادي جدا، الحمد لله ربنا ستر. عدلتها تاني وهحط بقى على العدس واقلبه كويس وكده يبقى جاهز معايا. هنزل بيه بقى على الشوربه، وبعد كده بقى اسكت، لا مسكتش، هشوفه اعمل ايه تاني. هدلع العيش كمان بيتدلع، ايوه زي البتنجان. انا بقى كان عندي 2 توست كده 3، رحت مقطعاهم بالمقص كده بالشكل ده وحطيتهم في الاير فراير. وقبل ما يبقى عندي اير فراير اصلا كنت بقطعه وبحطه كده على الشوايه بس من بعيد، واخلي بالي عشان ما يتحرقش، واهز الصينيه كل شويه. تمام بيبقى واخد لون فظيع. فلو مش عندنا اير فراير تمام جدا في الفرن على الشوايه، اي حاجه هتنفع. ما حطيتش ماده دهنيه خالص. وتعالوا بقى نشوف اللون، شايفين اللون القمر ده؟ وممكن كمان نعمله زي الحاجات اللي بتتباع في اكياس، نحط عليه توابل كده من اللي بتحطوهم على البطاطس، زي اكياس بقى سان بايتس، بيكرولز، الحاجات المقرمشات التسالي دي. اكيد مش هيبقى عليه مواد حافظه، ولا هيبقى في اكياس مقفله عشان يقعد فتره، وحاجه طازه كده وجميله. خلاص بقى اغرف الطبق بتاعي، وبعد كده نشوف بقى هنحط الاكل ونقدمه ازاي. بس كده، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، سهلة. طريقة التقديم طبعا مهم وعليها عامل، والشكل طبعا قبل ما الأكل يبقى طعمه حلو كمان الشكل يبقى حلو. شوية التوست بقى اللي هيتحطوا على وش العدس هيخلوه جميل جدا ومقرمشين مع الشوربة كده سخنة، حاجة كده بتدفي وخطيرة. ولو ما فيش توست ممكن نحط عيش بلدي ونقطعه ونحطه في الفرن يسخن، وعادي جدا هيبقى خطير برضو. أكلة سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت خالص، وفيها قيمة غذائية عالية. ومش عارفة زمان واحنا صغيرين ما كناش بناكل العدس وكنا نبقى متضايقين، بصراحة أكلة جميلة وعظمة بجد. هنا بقى المجات الحرارية اللي بنقفلها ونشيلها في الضرفة، نيجي نفتحها نلاقي ريحتها مش حلوة. هنا بقى نغسلها كويس جدا ومعقماها. لو قفلتها بصراحة التجربة دي حصلت معايا بتكمكم برضو، بيبقى ريحتها مش حلوة، فبسيبها مفتوحة كده في الضرف. تمام. هنا بقى الغسيل، هقول لكم حركة بقى لتلميع المعالق للي مش عنده غسالة أطباق. حاجة تحفة جدا، بتجيبي حلة مية على النار، نصها كده مية وتغلي، وبعد كده هتجيبي قطع ورق فويل هتكرمشيها كده وترميها كأنك بتكرمشي ورقة وبترميها في الحلة. 3 4 مكعبات كده من الورق الفويل وبترميهم، وتحطي عليهم المعالق يا دوب ياخدوا غلوة، وتفرجي بقى على المعالق ولمعانها هيبقى خطير. هبقى اعملها معاكم برضو في فيديو عشان تشوفوها بالتفصيل. كمان عشان مش تكسلوا تستعملوا غسالة الأطباق، دايما تفضوها قبل ما تبتدوا أكل، بحيث اما وانتوا بتشغلين تشطفوا الحاجات كده بمية. طبعا مهم جدا نغسل الحاجة بمية جارية، مية سخنة حلوة كده، عشان الحاجة ما يبقاش فيها بقايا أكل. ما ينفعش نحط بقايا أكل في الغسالة خالص. هنا بقى طبعا ما ينفعش احط المعلقة السيليكون دي أو سكينة أو أي حاجة طويلة عشان هتخبط الرشاش ده هيتكسر. وعشان نحافظ على غسالتنا نحط الحاجات الطويلة دي نحطها نايمة كده بالشكل اللي انا موريهولكوا في الصورة. حبايب قلبي بقى اللي بيقولولي بنقطع مكعبات الفيري ديت، بنقطعها لما بنقطعها بيخافوا الزيت منها يقع او بيدلق بره. فانا بقى بعملها بسكينة مشرشرة، هوريكم دلوقتي انا بعملها ازاي. انا في فيديو من الفيديوهات قلت ان المكعب الصابونة دوت اللي هو فيه زيت وملح والمسحوق نفسه بتاع غسالة الاطباق المشهور طبعا جدا، انا بقطعه نصاص، وفي الغسلة بتطلع ما شاء الله تحفة. دي حركة موفرة جدا وجميلة. كل حاجة بقلبها على وشها كده عشان المية تدخل جواها وتنضف من جوه ومن بره، الرشاش بيخليها زي الفل.
تمام. وفي برضو حركة تانية ممكن نحط في غسالة الأطباق معلقة خل، بتساعد برضو على لمعان الغسيل وما بتخليش الريحة مش حلوة. انا هنا حطيت نص مكعب، هشغل بقى الغسالة وتعالوا نشوف بقى. انا ببقى مجهزاهم عندي عشان ما اقعدش كل شوية اقص واحدة، فببقى مجهزاهم. تعالوا نشوف بس هنقطعهم قبل ما ازاي. نشوف هنقطعهم ازاي، الليفة بتاعة المواعين انا ما بسكتش، اي حاجة بحطها في غسالة الاطباق، كل حاجة حتى ليفة المواعين بحطها بتتعقم، بس اول ما الغسالة تخلص بفتح على طول واخدها. يلا بينا نشوف هنقطعها ازاي. وانا بقطعها لازم السكينة تبقى مشرشرة وتبقى حامية جدا، هتقطعها بكل سهولة. وحتى لو وقع بقايا عادي بنحط الطبق في الغسالة في الاخر مع اخر مكعب، وعادي جدا. اوعي بقى تنسي نفسك وتنسي تعملي المشروب اللي بتحبيه في اخر اليوم عشان تحسي ان انت كافئتي نفسك. بس كده، وانتظروني في فيديو جديد.